أن العلاقات بين السعودية والإمارات مع قطر يعني يتم تدميرها بمنهجية عالية جدا، ويتم يعني بخطوات لتدمير هذه العلاقة. من اللي يدمرها؟ الإمارات والسعودية هي اللي تدمرها طبعا. ليش؟ ايش مستفيدة؟ مش دولة شقيقة قطر مثلا؟ يعني الإمارات والسعودية الآن يعني في حالة شبه حرب مع قطر، شبه حرب نعم. ليش؟ انت طالع مستوى الخطاب يعني بين المغردين المحسوبين على الحكومة السعودية والمحسوبين على الحكومة الإماراتية. يعني اليوم وجدت فيهم أحلام سوت سواء ما بغت تسوى، سوت أحلام مصيبة سوت أحلام اللي تعرض النار تلسعه. يعني المهم أي أحلام سوت يعني لا يعني هي ترى اليوم أحلام تتكلم عنها يعني عندها ازدواجية ما بين قطر والإمارات، كون زوج قطري وهي سوت لا ما تتسوى، لكن على العموم زين. ابو علي يعني سؤال اخوي احمد كان وايد انا وجوابك يعني صراحه شويه في خلينا نقول تخوف. هل سحب السفراء او قطع الدبلوماسيه فعلا مثل ما قلت يعني هي كأنه بمثابه خلينا نقول الحرب البارده بين دول الخليج؟ هذا اللي تقصد؟ ما عادت حرب بارده، اليوم مناورات اماراتيه مصريه سيناريوها انزال على جزيره واقتحام يعني جزيرة، وهذا السيناريو يعيدنا يعني إلى حادثة خليج الخنازير لما حاولت أمريكا عبر المنشقين الكوبيين يغزون جزيرة كوبا أو دولة كوبا ذاك الوقت، ودعمهم الأسطول الأمريكي وطائرات كلها مصبوغة بصبغة الجيش الكوبي على أبو إنه انقلاب ونزول كوهم وعملاء داخل كوبا وسووا إنزال. لكن يعني كاسترو كان يعني بطل والشعب الكوبي كان بطل، واستطاعوا أنهم يدمرون الإنزال ويأسرون كل قوة الإنزال ويدمرون 12 طائرة أمريكية و4 زوارق أمريكية وأسر قصة يعني أفهم من كلامك في احتلال القطر. الأوضاع ماشية نحو صدام مسلح بدون كلام. الأوضاع أنا أقول لك إياها بكل وضوح يا جماعة. كنت أقول لكم الغزو جاي ما صدقتوني وصار غزو. نعم. الآن أقول لكم الصدام المسلح بين الإمارات والسعودية ضد قطر وارد. الهدف منه احتلال قطر بنسبة 99%. الهدف منه هل هو احتلال قطر يعني؟ اللي راح يصير السيناريو بشكلين. شكل أول إما أن محاولة انقلاب وهمية مثل ما سوونا هني يعني حكومة الكويت المؤقتة اللي صارت هني. نعم. يجيبون واحد من الشيوخ الزعلانين في خارج قطر ويسوون معارضة أو يسوون أي شيء، يسوون انقلاب وهمي. وبس الواقع أنه مو انقلاب وهمي، الواقع أنه في قوات راح تدش بلباس مدني او بلباس عسكري ويسوون انقلاب. بس هذا ابو علي يعني انا رايح لاقصى مدى. انا اقول لك هذه مبالغه من ماشي. انا اقبل المبالغه هذه. يعني اليوم سياسه المملكه العربيه السعوديه تبني مثل هذه النظريات. شوف هم يعتبرون في نوع من يعني في اليوم خلاف سياسي لعل على القضيه الامنيه، ولكن يمكن ما تجر المنطقه كلها على مثل ما تفضلت. ولا نعتقد ان احنا اليوم مثلا في المملكه العربيه السعوديه يعني بقيادتها ان عندها هذه النظره مثلا في يعني انا اقول لكم الاحتمالات، ما اقول لكم اللي راح اسويه انا ما اسوي شيء قاعد عندكم هني. انا اقول لكم ان اللي صاير الان ان هناك كمؤشر اللي صاير الان ان هناك حرب اعلاميه شعواء. هذه الحرب الإعلامية مستواها مو مستوى توتر علاقات، مستواها مستوى حرب. نعم. شنو أشكال الحرب اللي راح تصير؟ راح يصير أشكال الحرب إن يا إما يسوون انقلاب، يا إما يسوون يعني هجوم، يا يسوون أي شيء. أنا أعتقد أن مستقبل الصراع بين الإمارات والسعودية وقطر سيكون مستقبل تصادمي وليس للتبريد. ليش ما راح بيصير تصادم؟ ليش بهالصورة؟ يعني البعض ابو علي يسمع كان يقول هذا ابو علي بالغ، ايش قاعد يقول؟
على قضيه انه والله المملكه العربيه السعوديه والامارات تريد يعني الدخول بحرب ايا كانت، ان كانت انقلاب داخلي ولا ان كانت احتلال او ان كانت حرب ما بين قطر كجيش والدول الاخرى كجيش. يقول هذه مبالغه يا ابو البيان اللي اصدرته الدول الثلاث ان قطر تهدد امنها وتزعزع الاستقرار فيها وتسعى الى دعم الاعلام المعادي لها واطراف خارجه وكلام هذا ودعم هذا كلام يعني يشير الى عمق الازمه بين البلدان هذه. بعدين يعني الاسلوب اللي انتهجته السعوديه والامارات في قمع الربيع العربي في مصر واحباط الثوره ودعم الانقلاب ودعم القتل، والناس تصلي في رابع العدويه الله اكبر، يدعون الليل والنهار وتهجد طول الليل، يصبحون الصبح الدبابات تحرقهم وتذبحهم وتسوي فسوات. هذا منهج مو منهج احنا متعودين عليه في الخليج، هذا منهج تصادم من بدايته. فهناك حرب موجوده، اعلنت الحرب وبدات تشتغل، الله يكفينا شرها، وامنا ان الله سبحانه وتعالى يعني يبارك في جهود الخيرين. ابو علي يعني كانك تشير الى ان